ولا اي حاجه والله. هو انا اصلا يعني رحت متاخر. هما قوانين الحفله كانت انه هما عاملين الريد كاربت واللقاءات مع الصحفيين والقنوات من 8 ل 9، ومن 9 هيبدا الحفل. انا الحقيقه رحت متاخر شويه، رحت 8 ونص. وكمان على الريد كاربت كان في الحمد لله اقبال كبير من كتير من اصحابنا الصحفيين ومراسلين القنوات للتسجيل معايا يعني. واسئلتهم الحقيقه كانت جميله وعجبتني، وحبيت ان انا يعني ما زعلش حد وما مشيش من غير ما الناس كلها تبقى عملت شغلها واللي هم جايين علشانه. فما رضيتش ان انا يعني اسجل مع حد وما اسجلش مع حد، او اجاوب حد وما اجاوبش حد كده يعني. فالموضوع فعلا اخذ وقت اكبر من اللي كان متوقع ليه. وعلى ما وصلت عند باب المسرح الكبير في دار الاوبرا كان عدى الوقت وخلاص. هم اخذوا اوامر انهم يقفلوا الابواب بعد ما دخل معالي الوزير وابتدى الحفل بالفعل يعني. فما فيش اي حاجه حصلت. هو يعني الغلط عندي انا، وبالعكس انا كنت متضايقه ودخلت اتفرجت، بس اتفرجت بعد كده فيديو و... ولكن ما زعلتش خالص، لانه ده ان دل على شيء فهو يدل على حسن التنظيم، وعلى انه القوانين اللي بتتاخد بتتنفذ فعلا، والقرارات زي ما الناس بتعمل بره يعني، وما فيش استثناءات وما فيش حد بيعمل حاجه بتتعمل له حاجه مخصوص. لانه بصراحه انا عندي يقين ان مفيش حد جوه نما الى علمه ان انا موجوده بره ومش عارفه ادخل وما عملش حاجه. فما فيش اي نيه متعمده للمنع يعني خالص، الموضوع بسيط. فانت ما زعلتيش ان انت اتمنعتي من الدخول؟ خالص خالص. هو انا ما اتمنعتش، مش نورهان اتمنع يعني ما فيش اي سبب يخلي. انا اصلا ما عنديش نظريه المؤامره خالص مع الناس العاديه، فما بالك ما كانش في استهداف ليكي خالص. فما بالك مع بس اصحابنا الفنان محمد رياض اعتقد ان هو كمان يعني قدم اعتذار او حاجه يعني هو على عشان ذوق بس فقدم اعتذار. طبعا الفنان محمد رياض صديق غالي وزميل عزيز. احنا اتقابلنا في اعمال فنيه كتير. كان طالع في الاب الروحي كنا طالعين متجوزين، وكان اتقابلنا برضه في مسلسل حب لا يموت. وهو زميل عزيز وغالي هو واسرته يعني. والفنانه رانيا محمود ياسين حبيبتي وصديقتي، والفنان عمرو محمود ياسين اشتغلت معاه في نصيبي واسمتك يعني. احنا تربطنا زماله وصداقه عائليه يعني. ما حاولتيش تكلميه في التليفون عشان تدخلي؟ ما حاولتش طبعا اكلمه في التليفون يعني انت لقيت الباب مقفول؟ هو واقف على الستيج يعني هكلمه في التليفون ازاي؟ انت لقيت الباب مقفول فخدت قرار ان انت تمشي وخلاص؟ استنيت شويه لانه كنت منتظره انه رجال الامن لما هيشوفوا الدعوه بتاعتي. طبعا كان جاي لي دعوتين للحضور الختام، والاستاذ محمد رياض كان مأكد عليا على الواتساب انه هستناكي في الختام. ولما توقعت انهم لما هيشوفوا الدعوات هيستجيبوا يعني، ولكن يبدو انهم واخدين اوامر حاسمه بانهم ما يعملوش ده. فاحترمت ده جدا، استنيت شويه، ولكن لما لقيت انهم مش حد فيهم اللي مؤهل ياخد القرار بانه يعمل هذا الاستثناء يعني. فتفهمت الامر؟ فهمته. والدنيا كانت حر فقلت اروح اقعد في العربيه في التكييف وتابعت بقى الحفله من على اللايف يعني. اتكلمت انت والاستاذ محمد رياض بعد قد ايه؟ مفيش اي حاجه يعني، بالعكس انا بشكره على الاعتذار الرقيق، ونزلت بوست كتبت فيه انه يعني بشكرك على الاعتذار الرقيق اللي عمله عبر موقع القاهره 24. مفيش اي مشكله خالص. الموضوع خد اكبر من حجمه يعني، والله كبرت الموضوع يا شباب